الإسلام فلم أرى ذنبا أعظم من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وروي أن تلميذا رأى شيخه في المنام فقال له: يا شيخي، ما أعظم حسرة يلقاها الإنسان في قبره أو بعد الموت؟ فقال: حسرة الغفلة. حسرة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وضد الغفلة الذكر، فالذكر رأس الخيرات وموجب الرحمات وجالب النعم ومزيل النقم. أيها الأحبة الكرام، تعلمون جميعا كم ركعة كان يقوم بها الرسول صلى الله عليه وسلم الليل؟ كم ركعة؟ كلنا نعرف، عارفين 8 ركعات، صح؟ كان عليه الصلاة والسلام في رمضان وغير رمضان يقوم بذلك كم ركعة؟ كلنا بنعرف الحتة دي ان الرسول بيصلي 8 ركعات في الليل. لكن في حتة احنا مش بنخلي بالنا منها. كيف كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل؟ سألنا عن العدد ولم نسأل عن الكيفية، والكيفية هي دي الأهم. لما احنا كده في دماغنا بس العدد، بنفكر بس بالعدد، فبقى كل واحد في ناس بتصلي قيام الليل في ربع ساعة. في ناس بتصلي قيام الليل مساجد حتى في رمضان بيصلي قيام الليل في ربع ساعة. ربع ساعة. ده ايه ده؟ هل تفرق قيام الليل وصل قيام الليل اليوم؟ طب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. حتى تتورم قدماه. كان يقرأ الركعة الواحدة يعلمون عنه وما قرأ في ركعة واحدة فقط. والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. كده محتاجين نرجع للضمان. جيت يا جماعة بقول يعني حضرت كده قيام ليلة كده في المسجد من المساجد. صليت العشاء ولقيت القيام خلص في هذا المسجد. ذهبت لقيت القيام خلص. يا شيخنا كده يعني حسس الناس كده بالقيام، وقفهم شوية كده، يعني خلي الواحد يجي يتوجعوا شوية كده عشان يحس إن قام ليه، قام لله عز وجل، تعب في سبيل الله شوية صغيرين. قال علشان بس المؤلفة قلوب. هو بيصلي مين؟ يصلي بالمؤلفة ايه؟ يا أخي سبحان الله، هل مثل يرضى لما يرضى ولد في الإسلام وكبر ونشأ في الإسلام ويبقى من المؤلفة قلوب. عارفين يعني المؤلفة قلوب؟ يعني المؤلفة قلوب؟ ها؟ ده لسه داخل الإسلام جديد. هو كان كبير كده ودخل الإسلام جديد بعد فتح مكة. بعد فتح مكة لما الناس كلها دخلت، هو دخل الإسلام، كان جديد قوي على الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الإسلام ومحتاج مال ومحتاج مساعدة والكلام ده، فالرسول قال نديله من زكاة المال. يعني ايه نصيب من زكاة المال؟ تأليف لقلبه. تأليف ايه؟ لقلبه، حتى يعني يشعر بمعنى الإسلام ويقتنع بالإسلام. يقتنع ايه؟ بالإسلام. زي ما قال قلوبهم، مين فينا يفضل على نفسه بالوجه؟ يبقى من الملك قلوبهم. يعني احنا بنعملها اللي يرضيك. بنعملها ايه؟ اللي يرضيك. فهذه يعني حته مهمه جدا يا جماعه. كيفيه قيام الليل. كان الرسول لما يقوم الليل ما سمعناش ابدا ان قام الليل ربع ساعه. ده مش قيام الليل. يا ايها المزمل قم الليل. الليل الا ايه؟ الا قليلا نصفه او انقص منه او زد عليه ورتل القران ترتيلا. شوفوا لو احنا
وقفنا لما حسينا بوجع في الدين، حسينا بالعباده، حسينا بذكر ربنا سبحانه وتعالى. فاذا فرغت فانصب يعني ايه؟ اتعب في سبيل الله عز وجل. عشان انت هتتعب لله ليه؟ هو في اجر حد هيديهولك افضل من اجر ربنا سبحانه وتعالى؟ ده انت ليك في الجنه قصور دفعت ثمنها، مش تدفع ثمنها هنا في الدنيا ولا ايه؟ ليك قصور، ليك حدائق، ليك بساتين. ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني كل ركعتين ممكن كده نبدا يا جماعه اقول لك على حاجه، معلش انا اسف يعني لو طولت شويه في الكلام. هنبدا نذكر الله سبحانه وتعالى عشان لا يصيبنا مرض الغفله. الاول اسم ربنا في الصلاه، ده احنا متوقفين في الصلاه اللي هي اصل الصلاه دي ايه؟ ذكر عصر. بتصلي وانت غافل، يعني انت واقف بين يدي الله عز وجل وغافل عن الله سبحانه وتعالى. شوف المصيبه الكبيره، وغافل عن الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي انت تصلح الصلاه، والله لو صلحت الصلاه ستصلح كل حياتك، كل حاجه في حياتك تصلح. لو في مشكله بينك وبين زوجتك وبين اولادك وبينك هتنصلح لو صلحت الصلاه. لو في مشكله في شغلك هتنصلح لو صلحت الصلاه. لو في مشكله في الداخل مش مكفيك هتتصلح لو اصلحت الصلاه. طب كيف نصلح الصلاه؟ كيف لا نغفل في الصلاه؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم لا تأخذني على غرة ولا تذرني في غفلة أو لا تجعلني من الغافلين. أيها الأحبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم، فوجد في المسجد حبل مربوط بين ساريتين، في حبل مربوط بين عمودين. فقال: لمن هذا الحبل؟ فقيل له: إنه لزينب يا رسول الله، أي زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لزينب يا رسول الله. فربط لي الحبل كده عشان هي واقفة بتقوم الليل، لما تتعب تستند على الحبل، حط الحبل كده، ولما تتعب تقف على الحبل. لما تقف تتعب تقف ايه؟ على الحبل. فقال عليه الصلاة والسلام: حلو الحبل ده. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها جميلا وقال: فليصلي احدكم نشاطه، فاذا فتر فليقعد، خلي بالك ان الفتره دي اعلى من كلمه تعب. يعني المرحله ايه بعد ايه؟ التعب، الفتور، يعني خلاص ما بقاش قادر يتحمل الوقت، يقوم عامل ايه؟ يقعد. يجوز انت بتصلي مثلا بالليل وتعبت من الوقوف، يعني اقول نفس مثلا تصلي سوره البقره في ركعه، وانت بتصلي البقره كلها في ركعه، وانت بتقرا في البقره تعبت خلاص مش قادر تقف، فضل 4 ارباع في البقره مش قادر تقف، تعمل ايه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد وهو بيصلي وكان بيقرا لسه، يقوم قاعد ويكمل القرايه وهو قاعد، وبعد كده لما يجي يركع يقوم واقف، وبعد كده يركع صلى الله عليه وسلم. ينفع يعمل كده الصلاه؟ ينفع تعمل الصلاه، تتعب وقعد، وبعد كده لما تيجي تخلص القراءه تقوم تكمل قراءتك، بعد ما تستريح تكمل قراءتك، وبعد كده نتعلم مع بعض كده حاجه مهمه في الصلاه. ده الصلاه اولا هي الصلاه تبدا بايه؟ تبدا بايه الصلاه؟ تكبير
دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. ثم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقرأ الفاتحة آية آية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يقرأ الفاتحة آية آية. احنا نريد أن نصل إلى الخشوع في الصلاة. نريد أن نصل إلى الخشوع في الصلاة. فأنت هتبدأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى الرحمن الحمد لله رب العالمين. حتى وانت بتصلي لوحدك تعود على نفسك. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انت عارف الله عز وجل يحاورك. انت في الفاتحه بتحاول مين؟ بتحاول ربنا سبحانه وتعالى. تخيل انت في حوار مع الملك، مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. انت شايف العظمه اللي انت فيها من الصلاه. انت في عظمه من الصلاه. انت بتحاول الملك فتقول الحمد لله رب العالمين. فالملك يقول لك حمداني عبدي. تقول الرحمن الرحيم. فالملك يقول لك اثنى علي عبدي. تقول مالك يوم الدين. الله عز وجل يرد عليك مجادا عبدي. تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله هذه بيني وبين عبدي. تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله عز وجل سألني عبدي ولعبدي ما سأل. ما هذه العظمة؟ انت مستشعر المسألة؟ لو وقفت بالصلاة واستشعرت هذا المعنى ستجد الخشوع في الصلاة. ستجد الخشوع في الصلاة. ثم بعد ذلك بعد ما قرأت الفاتحة أقرأ ما تيسر من القرآن. وتعود دايما في الصلوات أنوع في القراءة. يعني مش أنا مثلا بقرأ كل الصلوات اللي على لسان قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق مثلا، أو قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله على لسان كل الظهر. أنا أراهم في العصر نفس الكلام، في المغرب نفس الكلام، في العشاء نفس الكلام. هتلاقي نفسك مخك سادة وأنت بتقرا بس. لكن قبل ما تبدأ القراءة، قبل ما تبدأ الصلاة، حضر أنت تقرا. يعني قول إن أنا هصلي الظهر، أنا هقرا في صلاة الظهر الفاتحة، وبعد الفاتحة رسول عما يتساءلون عن ركعتين. حضر كده ومقاريها لو انت مش عايز تراجعها تاني، ومقاريها قبل ما تخش على الصلاة. استعد للصلاة، اقرأها وبعد كده ادخل على الصلاة. فانت داخل على الصلاة محضر نفسك للقاء الله سبحانه وتعالى. وتخش تقرا في السورة بعد آية ايه؟ آية عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهكذا. لكي نصل علشان مخك ما يسرحش في الصلاة، عشان ما تطلعش من الصلاة، تفضل حاضر الذهن في الصلاة. يبقى تنوع القراءة، تنوع القراءة. وحتى في الصلاة السرية أسمع نفسك وانت بتقرا. أسمع نفسك عشان الشيطان ما يقدرش كده ولا كده. أسمع نفسك يعني ايه برضه صوت. سمع نفسك. سمع سمع نفسك. ده بالنسبة لقراءة الفاتحة وقراءة السورة. ثم الله أكبر وأكبر. لما أرجع أحط إيدي كده، أوسع أصابعي وأحط إيدي على ركبتي وأمسك على ركبتي وخلي الله يتساوي. أنت قدرت على ذلك. وأقرأ سبحان ربي العظيم 3 مرات أو 5، بس بتأمل. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. واحدة واحدة كده. أخذ نفس من كل تسبيح. بكل تسبيح أنا بعظم ربنا سبحانه وتعالى. بعظم ربنا سبحانه وتعالى. فأنت ده أنت لو بتكلم واحد بتسأله ازيك يقول لك انت ايه يا عم في ايه؟ لو رحت لواحد كده عايز تعمله ازيك يقول لك ايه يا عم انت بتعمله ده؟ مش هيتباهى منك، مش هيتضايق منك. طب انت بتعظم ربنا يبقى ايه؟ كأنك كده. وفي دعاء بسيط كده ممكن نقول في الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت
سمعي وبصري ومخي وعصمي وعصبي وكل ما استقلت به قدمي. اللي حافظ بعد الفعيل كده، اللي حافظ بعد الفعيل مين بس؟ طب نقول كلنا يا جماعه مع بعض كده: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصمي